صفاقس للمألوف هي منبر علمي، منبر ثقافي موسيقي. الحقيقة كيف توجهت لي الأستاذة نورة الشلي المنسقة اللي حضرت هذه الندوة العلمية هذه، أكيد ما نجموش نقولوا لا، بالعكس ولما لا، أن الأكاديمية من وقت إلى آخر تنفتح على موسيقات أخرى، ما فما حتى إشكال، لأننا لا نرفض أي الموسيقات بصفة عامة. احنا نركز على الأكاديمية وعلى المألوف لأنه نحب النشأة متاعنا تكون محافظة على موروثها الثقافي الموسيقي، أما هذا ما يمنعش أن تكون مطلعة وتكون عندها إمكانية باش تسمع موسيقات أخرى. وأكيد أنه يدخل في النطاق هذايا اللقاء الفكري اليوم اللي إن شاء الله يكون ممتع بالنسبة للناس اللي باش تجي تحضر في هذه السهرة الرمضانية الأولى بالنسبة لأكاديمية صفاقس للمألوف. اخترت الفكرة هذه على خاطر السيد درويش هو موسيقار كبير، هو كما يقولوا له أب الموسيقى المصرية. اليوم باش نقدموا مجموعة من المداخلات يترأسها سي عبد الواحد المكني، الأستاذ الدكتور رئيس جامعة صفاقس، والدكتور محمد المصمودي أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، والدكتور محمد شبانة من جامعة مصر، والدكتور جيرد هولتون من جامعة جورجيا بأمريكا، والأستاذة نورة الشلي من المعهد العالي للموسيقى بصفاقس. قبيل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية اكتشفوا عبقرية السيد درويش أنه لم يكن فنان الصالونات وفنان الملوك وفنان القصور، كان فنان اليومي والمعتاد، يتحدث عن الشيالين وعن السقايين أو السقايين بلغة المصريين، وعن البنائين، وعن العمال في البحر، وكل قطاع الشعب المصري تحدث عنهم. مثلا زوروني كل سنة مرة هي أغنيته اللي غنتها فيما بعد أم كلثوم وغنتها فيروز. البنت دي تعجن على الفجرات، تتحدث عن الحياة اليومية أيضا وطلب الرزق إلى آخره. سلمى يا سلامة، يا عزيز عيني، وهي أغنية وطنية أيضا. وكل هؤلاء الأغاني يشهدوا أنه السيد درويش كان فنان شعبي، فنان الشعب، ملم بقضايا الناس، وخاصة نخبة من المصريين تفطنت لهذا، منهم توفيق الحكيم، منهم نجيب الريحاني، منهم نجيب محفوظ. نجم نقولوا تطرق أو لحن في مختلف الأنماط أو القوالب الموسيقية، لحن الموشح، لحن في الدور، لحن في التقطوقة، ولحن في نمط ثاني مش نحكي عليه اليوم متفرد شوية، اللي هو الأغنية الساخرة، الأغنية الناقدة، الأغنية اللي هي جاية معناتها نابعة من رحم الشعب والناس. كما السنة الفارطة العادة متاع سهرات من المألوف مش تكون متواصلة، وأضفنا لها سنة شراكة مع بلدية صفاقس باش نخرجوا إلى ساحة القصبة، ديما في نطاق تعميم وجعل الموسيقى في متناول الجميع.